معاك ايفون بس عايز تنتقل بجودة تصوير لمكان تاني خالص، بس برنامج الكاميرا بتاع الموبايل محجمك ومش مديك راحتك في التصوير. دورت على برامج كتير قوي بس برضه مش لاقي برنامج مناسب معاك، ومعظمهم اصلا بفلوس. حملت برضه بلاك ماجيك كاميرا زي ما كله قالك بس برضه ما عرفتش تستعمله. تعال بقى اشرح لك ازاي تستعمل البرنامج. فكرة البرنامج ده في الاساس ان هو بيحول كاميرا الايفون لكاميرا مانيوال، بمعنى انك تقدر تتحكم في الايزو والشاتر سبيد والفريم ريت والجودة التصوير وكل حاجه حرفيا في البرنامج. اعمل لك حاجه تشربها وما تنساش تعمل لايك سبسكرايب، ويلا بينا على الفيديو. اول ما بتفتح البرنامج ده الشكل اللي بيكون عندك بالشكل ده، عندك ارقام كتير وكلمات كتير. تعالوا ناخدهم واحده واحده. اول حاجه بتقابلنا وهي اهم نقطه محتاجك تركز عليها في البرنامج ده، وهي الايقونه اللي موجوده في النص تحت ديت. بتجيب لك الوقت اللي فاضي في المساحه عندك انك تقدر تصور فيه فيديو. يعني دلوقتي احنا معانا ساعة و14 دقيقة أو 13 ثانية نقدر نصور فيهم فيديو 4K فاضي 25 جيجا، وكاتب لك بالنسبة المئوية ديت 39% من مساحة الجهاز. الحاجة اللي على اليمين هو الميتر بتاع الصوت، وده بيجيب لك نسبة علو الصوت للمايكات اللي في الموبايل أو لو أنت مركب مايك خارجي. ننتقل بقى للجزء اللي فوق، في حاجات كتيرة وتعالوا ناخدهم واحدة واحدة من اليمين. أول حاجة وهو كاتب لنا 4K، ده مش زرار تقدرش تدوس عليه، لكن ده بيقول لك الكواليتي اللي أنت بتصور بيها حاليا، وده هنقدر نغيره من السيتنجز جوه البرنامج، هنروح لها بعدين. تاني حاجه على الشمال وهي التنت والوايت بالانس، هم اعدادين لظبط تون الالوان او بالاخص تون اللون الابيض في الصوره، بمعنى علشان الالوان بتاعت الصوره تكون مظبوطه. فلو جينا ودوسنا عليها تغيير التنت بيعمل التاثير ده في الصوره. لو قللناه هيخلي الصوره مايله اكتر للخضار، ولو زودناه هيخلي الصوره مايله اكتر للاحمر او البينك. ولو دوسنا اوتو هيشغله على الاوتو، ولو دوسنا على علامة الاف هيثبته ومش هيغيره تماما، لان ممكن اي حركه في الفيديو يغير التنت او الوايت بالانس. فلو انت عايز تصور مشهد يكون فيه حركه والالوان ما تتغيرش تماما، اتاكد انك تدوس على علامه الاف. وفي اكتر من مود جاهز للوايت بالانس والتنت مع بعض، خلي بالك الاتنين مرتبطين ببعض، بس انا بفضل اني اشتغل على الاوتو وادوس على الاف عشان ما يغيرش فيه حاجه. نيجي للخيار اللي بعده وهو الوايت بالانس. الوايت بالانس هو توازن اللون الابيض، بمعنى لو جينا غيرناه نشيل بس الاف، كل ما رقم الكلفن يكون اعلى الصوره تميل للبروده، وكل ما رقم الكلفن كان اقل الصوره تميل للدفى او الاصفرار بشكل اكتر. الاعداد اللي بعده هو الايزو. كنت شرحت كل الحاجات دي بالتفصيل سلسله فيديوهات، سيبها في الاي هنا فوق. الايزو هو حساسيه سنسور الكاميرا للضوء. لو قللنا الرقم الصورة هتضلم، ولو زودنا الرقم الصورة هتنور اكتر. لكن طبعا خلي بالك انك ما تعليش الايزو قوي، لانك لو عليت الايزو زيادة عن اللزوم الصورة هيكون فيها نويز هيبدأ يظهر في الشادوز اكتر، ولو زومت هتلاقي ان في نويز كتيرة ظاهرة في الصورة. ما تكملش الفيديو واعمل لايك وسبسكرايب الاول، بعدين نرجع كمل الفيديو. هيضربنا. هيضربنا. نخش على الاعداد اللي بعده وهو الشطر. زي ما اتكلمنا عن الشطر ان هو بيكون البوابه اللي بتسمح بدخول الضوء بوقت معين للسنسور، فكل ما زودنا او قللنا الرقم بتاعها كل ما هتدخل ضوء لمده اطول، وكل ما قللنا الرقم كل ما هتدخل ضوء لمده اقل. وزي ما انتم طبعا شايفين ان الصوره بتضلم وكده الصوره بقت عتمه تماما كحل، مفيش حاجه باينه منها. الشطر بيتظبط زي ما كنا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده على حسب الفريم ريت. فاحنا دلوقتي بنصور على 30 فريم فهنخليه 1/60 تضرب الفريم ريت في 2. الخيار اللي بعده هو خيار الفريم ريت، بيبدأ من أول 23.8، والأرقام ديت بتستخدم في التصوير السينماتيك، وبرضه بيدعم 24 و25 و29.97 ومعاك 30 48 و50 و59.4 و60 فريم على ال 4K. لو انت عايز تظبط الفريم ريت والشطر مع بعض بضغطه واحده فانت هتدوس عليه وهتبدا تختار الفريم ريت اللي انت هتصور عليه، وهو اوتوماتيك هيظبط الشطر المناسب للفريم ريت ده زي ما انت شايف دلوقتي كده. ده لو انت عايز تصور على فريم ريت معين. والخيار الاخير وهو لينس ده انك تختار العدسه اللي هتصور بيها من الموبايل اللي انا بستعمله دلوقتي هو ايفون 11 برو، ففي 3 عدسات، العدسه الالترا وايد والعدسه الاساسيه وعدسه التليفوتو. فلو انت اخترت العدسه مثلا مكتوب عليها 52 مللي ودي عدسه التليفوتو زي ما انت شايف طبعا زومت والشكل اتغير تماما، او لو اخترنا عدسه الالترا وايد
انتقلت للعدسه الواسعه. نرجع تاني للعدسه الاساسيه، واخر حاجه تحت وهي الفرونت، وديت هتجيب العدسه الاماميه، وبلاش اوريكم وشي دلوقتي. بعد كده عندنا الشريط اللي بالطول في الجنب، واول حاجه فيها شويه حاجات كتير. اول حاجه الدايره اللي فيها شرط، وده ميتر بيجيب لك الاماكن الهايلايت في الصوره. كل ما نقلل النسبه بتاعته كل ما هيبان تاثيره اكتر في الصوره، وهو حاليا بيحدد لي بشكل خطوط على الاماكن الهايلايت في الصوره او اكتر اماكن منوره في الصوره. ده انت ممكن تستعمله عشان تظبط الاكسبوجر بتاعك مظبوط، لان احيانا ممكن تصور وبعد ما تخلص تصوير تكتشف الصوره فيها اماكن محروقه او منوره زياده عن اللزوم، فده اوبشن هيكون مفيد جدا. الاوبشن اللي بعده وهو نفس الفكره اللي فوق، لكنه بيبين لك الفوكس جاي على ايه اكتر. يعني النقط الحمراء هي النقط اللي بيكون عليها فوكس، ده برضه عشان تتاكد انك ظابط الفوكس بشكل مظبوط، لان احيانا كتير الفوكس ما بيبانش في شاشه التليفون الصغير. والاوبشن اللي بعده وهو فيه اكتر من اوبشن، اول حاجه فيه وهو الجريد، وده مهم جدا انك تشغله لما تيجي تصور، لان ده بتقدر تظبط عليه الكادر، تتاكد ان العنصر الاساسي اللي انت بتصوره موجود في نص الكادر بالظبط. حتى اول ما شغلته اكتشفت ان العنصر مش في نص الكادر بالظبط، فالاوبشن ده مهم جدا 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 انك تصور بيه، ما ينفعش حرفيا تصور من غيره. الاوبشن اللي بعده وهو مهمته انه ياكد لك ان الموبايل محطوط بشكل معتدل 100%، لا يكون مايل لتحت او مايل لفوق، يكون متوسط في النص بالظبط. وهو كمان بيبين لك فين نص الكادر بالملي. والاوبشن اللي تحته هو برضه عامل شبه الكروس هير، وده برضه يبين لك فين نص الكادر. واللي تحت خالص برضه هو نقطه اكنها برضه كروس هير من فالورنت، بتبين لك فين نص الكادر. الخيار اللي بعده وهو بتاع الاسبكت ريشيو، الخيار ده بيخليك انك تقدر تصور على اسبكت ريشيوز مختلفه. ده مثلا 9:16 اللي هو بتاع الشورتس او الموبايلات، ده شبه مربع، بس ده مش بيقص من الفيديو نفسه، ده بس بيديك جايد اثناء ما انت بتصور تكون عارف فين حدود الفيديو بتاعتك. ده الاتنين 35 في 1، ده بتاع السينما، الحاجات دي بتبقى في السينما كتير، مقاسات السينما. فالاوبشن ده جميل جدا لان هو بيديك قدره انك تصور باكتر من اسبكت ريشيو مختلفين، لكنه في الاخر بيديك الفيديو بالمقاس الكامل، لكن بيكون بيقول لك اثناء التصوير ما تخرجش بره الحدود اللي انا محددها لك دي لو انت عايز تطلع بالاسبكت ريشيو ده. واخر اوبشن هو اوبشن اللوت. اوبشن اللوت موجود عشان في موبايل زي الايفون 15 او ايفون 15 برو او الايفون 15 برو ماكس بقى بيصور ابل برو لوج، والابل برو لوج ده بيكون صوره باهته تماما، ما فيهاش اي تفاصيل، ما فيهاش الوان متشبعه عشان تقدر انك في مرحله التلوين تلونها تلوين قوي جدا. فاللوت ده بيسمح لك انك تشوف الصوره بالوانها الحقيقيه عشان وانت بتصور تعرف هل انت بتصور صح ولا لا. لكن في حاله الموبايل اللي احنا بنستعمله هو ايفون 11 برو فهو ما فيهوش الميزه دي، فبالتالي مش هتنفع. نرجع للشريط اللي بالطول وناخد تاني اوبشن. الاوبشن ده هو الفوكس. لو انت عايز تفوكس مانيوال، كده الصورة طبعا بقت اوتو فوكس خالص، كده الصورة بقت اوتو فوكس برضو، كده الصورة نوعا ما بقت ان فوكس. بس طبعا يستحسن انك تشتغل اوتو لان الاوتو هيكون ادق حاجة ممكنة. لو كنا نفتكر الاوبشن اللي كنت اتكلمت عنه اللي بيظبط لك الفوكس ويعرفك الاماكن اللي فيها فوكس، لو جينا من هنا وشغلناه دلوقتي ورجعنا للمكان بتاع الفوكس وجينا نغير فيه، هتلاحظ ان النقط الحمراء اتشالت من على العنصر الرئيسي عندي في الكادر. واول ما بقيت اقرب من النقطه بتاعه الفوكس اللي هي 0.72 اللي هي احسن مكان للفوكس، العنصر الرئيسي عندي بقى كله النقط الحمراء اللي ظهرت، ولو طلعنا فوقيه فالنقط الحمراء كلها اتشالت من عليه، ده معناه ان هو بقى اوت اوف فوكس. فدي هتساعدك انك تظبط الفوكس بتاعك بشكل مظبوط، بس انا برضو بفضل استعمل الاوتو. الفوكس المانيوال هو انت ممكن تستعمله لو انت بتعمل مشاهد سينمائيه مش عايز اثناء حركه الممثلين في المشهد الفوكس يتغير، لان طبعا ده هيفصل المشاهد، فساعتها اشتغل بفوكس مانيوال. لكن انا بفضل الاوتو لاني مش عايز المشهد يهرب فوكس. هنرجع بس ونقفل الاوبشن بتاع الفوكس عشان نكمل شرح. الخيار اللي بعده وهو خيار الاكسبوجر، طبعا ده مفهوم الاضاءه بتاعه الصوره، كل ما قللناه كل ما هيغمق الصوره اكتر، وكل ما زودناه كل ما هيخلي الصوره تبقى فاتحه اكتر. لكن طبعا يستحسن انك تعمل حاجه زي ديت مانيوال. وطبعا الدايره اللي في النص ديت بتاعه التسجيل لما بتدوس عليها الارقام بتبقى باللون الاحمر اللي انت شايفه ده، وده معناه انك بتسجل. هوقف بس التسجيل دلوقتي. الخيار اللي بعد كده وهو بتاع الاستابلايزر، ده عشان تختار الشكل اللي انت عايز تستعمله للمثبت البصري اللي في الموبايل. طبعا انت جرب ما بين الستاندرد والسينماتيك والاكستريم، شوف انهي هيديك اللوك الافضل اللي انت محتاجه. الخيار اللي بعد كده وهو باين من شكله وهو بتاع الزوم، ده عشان انت تقدر تعمل زوم براحتك، لكن انا ما افضلش انك تعمل زوم عادي لان الزوم العادي بيكون ديجيتال فبيعمل كروب من السنسور. زي ما انت شايف بدأ يظهر نويز في كل مكان في الصورة دلوقتي. لكن طبعا ال2 اكس بيكون العدسة الأساسية اللي موجودة فعلا في الموبايل.
والخيار النهائي هو زي الكلاكت، بتكتب فيه اسم المشهد ورقمه ورقم التيك، وكمان بتكتب اذا كان نهاري او ليلي وخارجي او داخلي، كانه سيناريو فيلم بالظبط. ننتقل بقى للشريط اللي على اليمين خالص وهو فيه الكاميرا والميديا والشات وسيتنجز. الميديا ده المكان اللي بتحفظ فيه الفيديوهات اللي انت صورتها عشان تقدر انك ترجع لها تاني. نيجي بقى للسيتنجز، وهنا في حاجات مهمه جدا لازم تخلي بالك منها. اول حاجه في الريكورد وهو الكودك اللي انت هتصور عليه. في 2 كودك، ال H.264 وال HEVC ال H.265. الفرق بين الاثنين كودك دول ان الكودك ال H.264 ده الكودك الاخف على الاجهزه، لكنه بيكون كودك حجمه اكبر. لكن ال HEVC ده بيكون كودك مضغوط اكتر، لكنه ما بيخسرش كواليتي تقريبا خالص من الكودك الاصلي، لكنه بيكون اتقل في المونتاج. تاني حاجه عندنا وهي الريزوليوشن. زي ما قلت لكم الريزوليوشن هنا بيتغير من السيتنجز. عندك خيار 4K و HD اللي هو 1080 او 720. والاوبشن اللي بعد كده هو الكالر سبيس اللي انت هتشتغل عليه، وده هنبقى نشرحه في الفيديو لوحده ان شاء الله. والاوبشن اللي بعده هو التايم كود ديسبلاي، ده انت ممكن تختار ريكورد ران، وده اول ما هتيجي تريكورد هيكون متصفر وجايب لك عدد الثواني بتاعه الفيديو بتاع العداد اللي في النص. انما لو اخترت التايم اوف داي هيجيب لك التوقيت بتاع اليوم دلوقتي. خليه على الريكورد ران. الخيار اللي بعده هو التايم لابس ريكوردنج، ده لو انت عايز تصور فيديو تايم لابس، اللي بيكون فيديوهات بتصور مده زمنيه كبيره جدا في دقيقه او دقيقتين. واخر حاجه if media drops frame، يديك اليرت لو حصل دروب فريم او يوقف التصوير، ده لو حصل اي مشكله اثناء التصوير في الفيديو هل يديك تحذير ولا يوقف التصوير. خش على اللي بعده وهو الكاميرا. الخيار هنا وهو enable vertical video، ده لانك لما بتيجي تفتح البرنامج لاول مره وانت ماسك الموبايل بالوضع العمودي بتلاقي ان البرنامج مش شغال بالوضع العمودي، فلو انت دوست عليه هيخلي البرنامج يشتغل بالوضع العمودي بشكل طبيعي، ده عشان تقدر انك تصور فيديو بالطول. تاني اوبشن، وده فيه 2 اوبشن جوه، بمعنى انك اول ما تيجي تصور هل عايز الموبايل يزمر ولا يزمر ويدي فلاش، ده عشان طبعا تبقى عارف ان انت بدات تصوير. انك ممكن تدوس ما تتسجلش وتفتكر انك بدات تصوير، وبعد ما تخلص تصوير تكتشف ان كل حاجه متصورت. الاوبشن اللي بعده بيقول لك انك تخلي زرار الفوليوم يبدا التصوير. واللي بعده لوك وايت بالانس اون ريكورد، ده يخلي الوايت بالانس ما يتغيرش تماما مجرد ما تبدا ريكورد للفيديو. وطبعا ده خيار مهم جدا لان الوايت بالانس لو اتغير هيغير لك الوان الفيديو كله. ونيجي للسيتنج اللي بعده وهو الاوديو، ده عشان تختار فيه طريقه تسجيل الصوت للفيديو بتاعك. اول حاجه الاوديو سورس، هل انت عايز تختار الايفون الميكروفون اللي في الايفون، او لو انت مركب اي ميكروفون تاني هيظهر لك هنا. طبعا انا مش مركب اي ميكروفون تاني في الموبايل. الاوبشن اللي بعده هو الايفون ميكروفون، ده لو انت عايز تختار باك او بوتوم او فرونت، انك تختار من المايكات اللي موجوده في الايفون. واللي بعده هو الاوديو فورمات، كل فورمات فيهم بيختلف في طريقه ضغط الصوت، فبالتالي بيختلف على طريقه تعديلك للصوت. والاوبشن اللي بعده عايز تسجل ستيريو ولا مونو ولا دول مونو ولا 4 شانل، لان طبعا الايفون فيه اكتر من مايكروفون. وبعد كده السامبل ريت، عايز 44 كيلو هرتز ولا 48 كيلو هرتز، وده بيكون كم المعلومات اللي المايك بيلقطها. الاوبشن اللي بعده هو المونيتور، ده طبعا بنقدر نغير فيه بعض الحاجات اللي بتكون موجوده في الشاشه بتاعه البرنامج، زي الفوكس اسيست والفوكس كلر اسيست، زي ما قلنا كان لونه احمر ممكن نغير اي لون. بعد كده الجايد كاباسيتي والجايد كلر، ده الجايد بتاع الاسبكت ريشيو اللي كنا اتكلمنا عليه في الاول. وبعد كده الجريد كاباسيتي، ده نسبة ظهور الجريد، عايزه يكون شفاف ولا عايزه يكون سوليد. وطبعا عندك انك تظهر اكتر من حاجة زي الاوديوميتر والهيستوجرام والستورج ستيت. في حاجة مهمة جدا وهي الباتري انديكيتور، ده لو جينا هنا هنلاحظ ان هو بيقول لنا ان البطارية دلوقتي 55%، فحاجة مهمة قوي انك تخلي بالك منها عشان ممكن يكون الموبايل هيفصل منك شحن. نرجع تاني للسيتنجز. بعد كده نيجي في الميديا، في اوبشن مهم قوي انك تعمله وهو سيف كليبس تو. الكليبات في العادة بتتسجل جوه البرنامج، وعشان تحفظها على الايفون بتاعك تقدر توصل لها من الجاليري لازم تدخل ميديا وتعمل سيف فيديو. فاحنا هنغير الاعداد ده وهنخليه ان اب اند فوتو لايبراري، او ممكن تختار فايل معين انت عايزه. واخر حاجه وهي اللوتس، وزي ما اتكلمنا عنه ده لاجهزه معينه تقدر ان هي تختار اللوت بتاعك تعمل له امبورت او اكسبورت عشان يبين لك الالوان الحقيقيه. علمتك ازاي تصور ببرنامج بلاك ماجيك كاميرا، لكن تصوير بالبرنامج ده لوحده مش كافي، لازم تكون بتعرف توزع اضاءة بشكل صحيح عشان تطلع بافضل صورة ممكنة. اتفرج على الفيديو ده من هنا هيعلمك ازاي توزع اضاءة بشكل مظبوط. لايك، سبسكرايب، سلام.